اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. استجابه لطلب المشاهدين. النهارده هنتكلم على شخصيه مستر ماجستيك، ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. مستر ماجستيك هو شخصيه تم انشائها جوه وايلد ستورم كوميكس اللي اشترتها دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر يونيو سنه 1994. الكلام ده كان في العدد رقم 11 من سلسله الكوميكس وايلد كاتس على ايد الفنان الكبير جيم لي. هو اسمه لورد ماجستروس، امير حرب من كوكب اسمه كيرا. عنده ولد وبنت، البنت دي اسمها كنشة، تبقى بنته من واحدة اسمها ليدي زانا. ليدي زانا دلوقتي ما ينفعش تفضل محاربة بعد ما بقيت فبتقول ان بنتها ماتت وبتديها لامها عشان تربيها. ماجستروس بيقضي فترة كبيرة جدا بيبقى فاكر ان كنشة تبقى اخت زانا مش بنته. بعد كده بيحصل حرب ما بين العرق بتاعه وعرق تاني اسمه دايمانايت، فبيروح كوكب الارض هو وثلاثة امراء حرب تانيين وبيبقى معاهم ابنه اللي للأسف بيموت عشان جسمه مش بيستحمل الهبوط على كوكب الأرض. بيقضي قرون كتيرة جدا بيحارب من أجل العدالة. وقت الحرب العالمية التانية بيتحد مع اتنين زمايله بيأسسوا فريق ذا بيج 3. ووقت الحرب الباردة هو بينضم للفريق الحكومي تيم 1. وللأسف بيبقى مجبر إن هو يموت واحد صاحبه، فبيكتئب جدا وبيطلع على القطب الشمالي بيقضي وقت محترم هناك. مش بيسيب المكان ده غير لما كنشة بتجيله تقوله إن زانا محتاجة مساعدته إنها تحارب عدو قديمة ليها. بعد كده هو بينضم للنسخة الجديدة من فريق وايلد كاتس، بيبقى القائد بتاعه بيتبع نهج جديد، بيكون عنده وحشية كبيرة جدا تجاه المجرمين. هو بعد كده بيسيب الفريق، بينضم لأبطال تانيين في مغامرات عبر الأبعاد. بعد كده بيروح نيو إيرث، بالتحديد متروبوليس، باستخدام تكنولوجيا تابعة للدايمانايت. هناك بيبقى فاقد للذاكرة فبياخد اسم جديد اسمه جيم ماكاريست. بيعرف يرجع للعالم بتاع وايلد ستورم كوميكس بمساعدة سوبرمان وإريديكيتور عشان يكتشف إن كوكب الأرض دلوقتي خالي تماما من جميع أشكال الحياة الحيوانية والحياة البشرية، وإن في سفينة فضاء ضخمة أخدتهم كلهم بالإضافة لسكان كواكب تانية. هو بيحاول يرجع البشر لكوكب الأرض بس بيكتشف إن دلوقتي الكوكب تم غزوه من قبل الدايمانايت بسبب ثقب كان حصل في البليد هو تسبب فيه. فهو بيقرر ان هو يستخدم قوة الفويد ان هو يسافر عبر الزمن الى الماضي قبل الغزو علشان يسد الثقب ده. بيحارب مخطط لتحويل كوكب الارض ان هو يبقى كيرا الجديد، وبيحارب واحدة اسمها نيميسيس. بيقابل كابتن اتوم اللي بيجي الكون بتاعه بالغلط بعد ما بيكون انقذ كوكب الارض الخاصة بيه من نيزك كريبتونايت. بيعرفوا ان الكون ده هيتدمر لو كابتن اتوم مرجعش للكون بتاعه. بنشوف ان فريق ذا اوثوريتي بيبعتوا الناس عشان تقتله، وللاسف في الاخر بنشوف ان الكون ده بيتعمل له ريبوت وبيبقى يعرف دلوقتي باسم ايرث 15 جوه المالتيفيرس بتاع دي سي. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي إيه قدراته؟ بسبب ان هو امير حرب من كوكب كيرا ودمه نقي فهو محسن، عنده قدرات اكبر من باقي عرقه، كل قدراته معززه عشرات الاضعاف، وهو متصنف اقوى كائن حي على كوكب الارض. هو منيع ضد كل الاسلحه بما فيها النووي، ومقاوم للسحر كمان. عنده قوه بدنيه كبيره جدا جدا، عرف يحرك كواكب واقمار لوحده، شديد الذكاء وعبقري. الحواس بتاعته معززة لدرجة عالية جدا، يعني حاسة الشم بتاعته عرفته ان هو في كون تاني ومش في الكون بتاعه. طيران ونفس تجميدي والتلاعب بالطاقة وتوجيهها باستخدام عينيه وايديه، التلاعب بالجزيئات وبرمجة وراثية دون ذرية. هو كمان شبه خالد، عايش بقاله اكتر من 3200 سنة، وعنده معالج شفاء سريع. التخاطر والتحريك الذهني، كان عنده القدرة على التلاعب بالواقع، سياف ممتاز ومقاتل بالايدي بارع. هو اقوى بطل في عالم وايلد ستورم كوميكس، وزي ما احنا شايفين في تشابه كبير جدا بينه وبين سوبرمان، وتقريبا هو اقوى منه كمان. سبب نشأته ان جيم لي كان فكر ان هو زهق تماما من فكرة ان يكون في بطل شديد القوة بس مش بيستخدمها، وخايف من استخدام كل قدراته للحد الأقصى، فقرر ان هو يعمل شخصية مستر ماجستيك عشان يخربها. بالنسبة لظروف الأعمال الفنية فهو ظهر في مسلسل الأنيميشن وايلد كاتس. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على مستر ماجستيك في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت كنت تسمع عن الشخصية دي قبل كده ولا لا، وايه رأيك مستوى قوته؟ قوي جدا صح؟ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.